انت ممكن تتعب وتشتغل وتسعى وتعمل كل حاجة تقدر عليها في حياتك وفي الاخر ما توصلش لأي نتيجة، تفشل في كل حاجة بتعملها في حياتك. بس هل المفروض ده يضايقك؟ اي حاجة بتحصل في الدنيا بيبقى ليها اكتر من سبب، واي نجاح عايز توصل له هيحتاج نسبة من الحظ والتوفيق وكرم ربنا، بغض النظر عن مقدار المجهود اللي هتحطه فيه. انت ممكن تذاكر صبح وليل وتجاوب احسن اجابة في الامتحان وفي الاخر تتظلم في التصحيح وما تجيبش الدرجة اللي انت عايزها. انت ممكن تعمل قناة على يوتيوب وتشتغل فيها برضه صبح وليل 3 أو 4 سنين وفي الاخر تتقفل لسبب تافه خاص بحقوق الملكيه، حاجه مالكش تحكم فيها. انت ممكن تعمل مشروع متخطط له صح ومتنفذ صح ومحطوط له راس مال قوي وكل حاجه مظبوطه، وفي الاخر اقتصاد البلد كله يقع وبالتالي مشروعك يقع معاه، مع انك ما غلطتش في حاجه، مع انك عملت اللي عليك، عملت كل اللي ممكن تعمله، ومع ذلك ما وصلتش للنتيجه اللي انت عايزها. النتيجه النهائيه كانت خارجه عن ارادتك. عايز اكلمك عن مبدا بحاول اطبقه في حياتي وعايزك انت كمان تطبقه، لانك لو عرفت تطبقه فعلا هيعمل فرق شاسع في انتاجيتك ومجهودك، والاهم انه هيعمل فرق شاسع في سعادتك ورضاك عن نفسك في الحياة. والمبدأ ده هو outcome independence، الانفصال او الاستقلال عن النتائج، انك ما تركزش ولا تهتم غير باللي في ايدك تعمله. انا بعمل اللي عليا وماليش دعوة بالنتائج. انا عارف ان عندي امتحان واني عايز انجح فيه واني عشان انجح لازم اذاكر، يبقى اللي هعمله اني هذاكر بكل طاقتي، مش هضيع وقت، هركز جدا وهعمل كل حاجة اقدر عليها وههتم وانا بحل الامتحان، لكن مش هفكر في حاجة زي طب ما المصحح ممكن يغلط او ممكن تيجي اسئلة بره المنهج او اي حاجة تانية ماليش تحكم فيها. انا اصلا مش هفكر في درجة الامتحان، ولو عملت كل اللي عليا وفي الاخر حصلت حاجه خارجه عن ارادتي خلتني اجيب درجه وحشه، انا مش هتضايق، لان انبساطي او زعلي مبني على الحاجات اللي اقدر اغيرها، الحاجات اللي في ايدي، مش الحاجات اللي ماليش تحكم فيها. الموضوع مش سهل، اصل لو انت مش فارق معاك انك تجيب درجه حلوه يبقى ليه بتذاكر من الاساس؟ هقول لك الموضوع مش سهل بس ممكن، وحتى لو ما بقاش تفكيرك بنسبة 100% في الأفعال، فإنك تفكر في النتائج وقت قليل أحسن ما تخلي كل تركيزك وقلقك وطاقتك مركز على حاجات مالكش تحكم فيها. يعني مثلا الفيديو اللي أنا بصوره دلوقتي بكل تأكيد أنا عايز الفيديو ينجح ويجيب مشاهدات كويسة ويعلم مع الناس، فاللي هعمله إني هحضر للفيديو كويس جدا، ههتم بالتصوير والمونتاج، هختار عنوان كويس، هعمل صورة مصغرة جذابة، هعمل كل اللي أقدر عليه عشان الفيديو ينجح. بس لو بعد كده ما نجحش مش هتضايق، مش هقعد أبص على الأناليتكس وأزعل إن الفيديو ما جابش مشاهدات، لا خالص. انا عارف اني عملت اللي عليا واني ما قصرتش، فخلاص هعمل ايه اكتر من كده؟ على الجانب الاخر لو كنت عارف اني مقصر، ما اخترتش عنوان كويس او استسهلت في صورة الفيديو او كسلت اقول افكاري بشكل واضح يوصل للمشاهد، هتضايق حتى لو الفيديو جاب مليون مشاهدة، لان انا ما بقيمش النتائج، انا ماليش دعوة بالنتائج، انا بقيم المجهود المطلوب مني احطه، بقيم افعالي اللي اقدر اتحكم فيها. لو انت عايز تقدم في وظيفة وعارف ان في انترفيو صعب محتاج تعمله، انت بتظبط السي في بتاعك وبتراجع مهاراتك التكنيكال وبتظبط مظهرك وبتتاكد انك جاهز لاي سؤال وبتحاول تأدي في الانترفيو احسن اداء ممكن، وبتعمل كل ده بقوه، يعني بتحط كل طاقتك وتركيزك في ده. لكن اللي هيحصل بعد كده انهم يقبلوك او يرفضوك مش مهم، هو طبعا مهم وهتبقى عايز تعرف انت اتقبلت ولا اترفضت، بس مش هتزعل عليه لانك عملت اللي عليك، ولو رجع بيك الزمن مش هتعمل اي حاجه زياده عن اللي انت عملته، مش هتغير اي حاجه في افعالك. يبقى ليه متضايق من نفسك وحاسس بالتقصير عشان نتيجه مش في ايدك اصلا؟ لو فشلت في حاجه هتحاول تاني، لو في تقصير صلحه، مفيش خلاص حاول تاني. ممكن فعلا ما يكونش في اي غلط منك والظروف كانت خارجه عن ارادتك تماما، حاول مره كمان، قدم على وظيفه تانية، ذاكر السنه الجايه، اعمل فيديو جديد، ما تستسلمش او تحس بالفشل او الاحباط عشان حاجه مش في ايدك. استمراريه السعي لا تضمن حتميه الوصول، بس عدم السعي يضمن انعدام الوصول. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.